اليوم ان شاء الله غدا نوجد معكم مملحة عاشوراء بنكهات مختلفة تيتوجدوا البنات في رمشة عين وتيجيو لذاذين بزاف. نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، غادي نزيدو عليه هنايا 100 غرام ديال الزبده اللي تتكون بدرجه حراره المطبخ. من بعد فانا غادي نزيد عليهم 2 ديال الفرماجات مزلتين، معلقه ديال الموطارد، كاس تاع زيت الزيتون، معلقه ديال الثومه بودغ والملح، مع نصف معلقه ديال الابزار، 30 غرام ديال الياغورت الطبيعي، ونصف خماره. كيف ما تشوفوا غادي نعجنوهم كاملين. غادي نبداو نضيفوا هنا في نصف كاس ديال الماء حتى نحصلوا على واحد الخليط تيكون عندنا بحال هكا. هاد العجينه هذه غادي نشدوها نقطعوها نقسموها على 4، ندير لها فيلم اليمونطير وغادي ندخلها الثلاجه شويه تقبط راسها. فانا غناخذ لك هنايا غادي نسرحها. هنايا العجينه الاولى فانا درت لها هنايا الهريسه وتنبدا نجمع في الجوانب. هنايا راه غادا دير ليا 2 تاع بودان، في العوض انني نقسمها على 2 فانا كنجمعها من 2 الجوانب حتى كنلاقيو مع بعضياتهم. هنايا العجينه الثانيه درت لها هنايا صوص بيستو. هنايا البنات العجينه الثالثه فانا درت لها هنايا الفرماج. يستحسن الا كان عندكم محكوك بالحكاكه الرقيقه باش هكا ما يعذبكمش. وهنا الرابعه فانا خديت هنايا الزيتون كحل فحيدت ليه العظم وطحنته مع شويه ديال زيت الزيتون حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي تيكون هكا. غادا نسرحوا فوق من العجينه ديالو وندير عليهم شويه ديال الزعتر. هنا البنات ضروري ما تدخلوا هذوك لي بودان ديالكم المجمد، ما تخليوهمش يقصحوا بزاف باش هكا البنات يجيوكم ساهلين في التقطاع وما يتهرسوش ليكم. المهم الا قصحوا ليكم جبدوهم وخليوهم يرتاحوا واحد شويه. صافي غادا نبداو نقطعوا فيهم. شوفوا البنات الشكل اللي غادي نحصلوا عليه. درتهم في واحد الطاوه، شالت عليهم من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180. تنبقى تنقلبهم باش هكا يتحمروا لينا من الجوانب بجوج وما يجيوناش البنات خضرين من الداخل، تيجيونا مقرمشين. المهم عطوهم الخاطر في الطياب.